مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشة الاسكندرية وحوار اليوم وباقة متنوعة من الفقرات نستمتع بها سويا على الهواء مباشرة. مشاهدينا الاعزاء، النهارده الحقيقة وكالات الانباء وايضا الصحف العالمية تتحدث عن لقاء مذيعة مصرية في احدى القنوات الفضائية الخاصة عندما عرضت الحقيقة مسلسل كرتون. هذا المسلسل تم انتاجه في 2001 ولكنه كل الشخوص اللي موجودين فيه لابسين عقال وبيمثلوا العرب الحقيقة، وبه إشارات كثيرة على غزو سوريا وأيضا على أشياء كثيرة ودلالات عن ثورات الخريف الربيع العربي. والحقيقة كانوا بيتكلموا، يعني مش بيتكلموا على اللي هم عاملينه، بيتكلموا عن هذه المذيعة وهي القناة دي كانت مستقلة ولا مش مستقلة، طب ومين كان مالكها الأصلي، وبعدين مين باعها ومين وداها ومين جابها. لكن مسألة المسلسل ده واللي حصل في المسلسل والتبعيات اللي حصلت في الواقع عليه ما كانتش محور اهتمامهم. والحقيقة لفت انتباهي ان مش كاتب سيناريو او قصاص كتب هذا المسلسل. الحقيقة اللي كاتب المسلسل ده محلل سياسي، وده برضو نحط تحتيه 4 أو 5 خطوط. قد ايه الوطن العربي مستهدف، ودي مش نظرية مؤامرة ولا حاجة زي ما هم قالوا النهاردة، ولكنها واقع. يمكن احنا عشان بنقعد نتكلم نفسنا وقت طويل قوي قوي، يعني احنا بنقعد طول الوقت نكلم نفسنا وما بنكلمش العالم الخارجي، فده بيشعرنا ان احنا بعيد عنه. لكن لما بنبحث عند الآخر بنجد أن هناك أشياء كثيرة تستحق أن نتوقف ونتريث فيما نتخذه من قرارات وما حدث لنا في ثورات الربيع العربي. ده موضوع الحقيقة عايزاكم، يمكن احنا معظمنا بيقعد على الفيسبوك وعلى تويتر، أو نسبة كبيرة أصبحت الآن يعني النت بيشغلها كثيرا، أو الأون إير ده طول الوقت. عايزاكم بقى بدل ما نقعد نتكلم على بعض وبدل ما نقعد نتقصى اخبار بعض، يعني تتبعوا شويه ما يحدث في العالم الخارجي، لان احنا بالفعل مستهدفين ومستهدفين بشكل كبير جدا. عايز يحط صور وعايز يحط وينبسط وكده. في مواقع تانية، في دلوقتي الانستجرام تقدر تحط صورك والناس تتفرج على الصور زي ما انت عايز، لكن خلونا في المواقع التواصل الاجتماعي نبحث عن الاخر كما يبحث عنا. يعني احنا ما احناش عارفين بالفعل هذا واقع مسلسل كرتون او مسلسل اطفال، هل هو كان في مغزى سياسي؟ هل في اشارات سياسية؟ هل الساسة والقادة بيخاطبوا بعض بهذه الاشارات؟ مش عارف. عموما مشاهدينا، الايام حبالة تلد لنا كل يوم جديد. هنشوف الحقيقة القادم ايه هو وايه موضوع هذا المسلسل في القادم. دائما الإعلام المحلي، وكمقولة الكاتب الكبير الراحل الحاصل على النوبل نجيب محفوظ، الإغراق في المحلية يصل بنا دائما إلى العالمية. أنا من هنا زي ما احنا دايما بننتقد كل المسؤولين والتنفيذيين، عايزين نقول كمان ان احنا تحية شكر وتقدير لمحافظ البحيرة ونائب محافظ البحيرة بشكل كبير جدا. عايزين تعرفوا ليه؟ تابعوني بعد الفاصل وانا هحكي لكم ليه. عدنا مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشرة، وعايزه اقول لكم ليه احنا بنشكر سيادة المحافظ اللواء مصطفى هدود محافظ البحيرة والسيدة المهندسة نائب محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، لانه بالفعل احنا في زمن او في وقت ما بقاش المسؤولين مهتمين قوي الا بالشغل الاعلامي نهائيا. يعني محدش مهتم بمصالح المواطن البسيط الفقير اللي مش يقدر يوصل لأي حتة. بالأمس القريب، مش قريب قوي يعني، لكن من 3 أسابيع جالنا طفل، والد طفل الحقيقة، في برنامجنا قضايا ساخنة، اللي أنا بشكر زملائي اللي بيعملوا في هذا البرنامج بشكل كبير جدا لتواصلهم مع المواطنين. وقال لنا أبوه قال إن الكهرباء أخذت إيديه الاتنين. لما اخذت ايدين الاثنين زميلتنا حنان البدري اخذته وراحت مستشفى راس 60، هو محافظه البحيره. مستشفى راس 60 بطروا له ايدين الاثنين. اوكي،
ده قضاء الله واحنا راضيين بقضاء الله. لكن الحقيقه كمان بعد ما بطروا له ايدين الاثنين كان فاضل، قالوا له لا انت كده كفايه عليك تطلع من هنا تروح مستشفى الطلبه، لانه طالب في 13 14 سنه. راح مستشفى الطلبه كان باقي حته يحط عليها اعضاء او اطراف صناعيه، جاله غرغرينه من الاهمال واتشالت كلها. الحقيقه لما انا عرفت ده انا ام في الاول وفي الاخر، انا ام اخذت هذا الطفل ورحنا بيه لسيادة اللواء مصطفى هدود، كانش موجود. قابلتنا المهندسة نادية عبده وبقدم لها كل الشكر والتقدير لانها لغت كل شغلها اليوم ده وخصصته تماما لانها تجيب بتوع التضامن الاجتماعي عشان تطلع له اعانه اجتماعيه، وعلشان كمان تشوف اطرافه الصناعيه تقدر تعملها ازاي. لكن كل مسؤول له حدود، فقالت لما هيجي سياده المحافظ انا هخليه امل يشوف الموضوع. لقيت النهارده سياده المحافظ بيتصل بيا هو دايركت من غير مدير مكتبه ولا سكرتاريه ولا اي حاجه، بيقول لي يا امل احنا هنوديه مصطفى كامل العسكري، واذا ما فيش الحاجات دي هنوديه مستشفى المعادي في القاهره وهنقوم بكل حاجه، رغم انها مش مسؤوليه المحافظه ورغم ان ده اهمال الكهرباء اللي ما زال المحولات مفتوحه في كل مكان من انحاء مصر، وحجتهم اصل عشان البلطجيه ما يقربوش منها ويسرقوها، كأن البلطجي دمه حلال، انه حتى لا ده في قانون وفي دوله، البلطجي اذا سرق يتحاكم ما نموتوش. فعشان كده انا بحييه جدا من هذا الموقع، لان عندما يفكر رجل في هذه المكانه وبالمسؤوليات دي انه يفكر انه يهتم بطفل بسيط، فانا بقدم له كل التحيه والتقدير. ان شاء الله يكون معانا على الهواء من خلال الاتصال التليفوني، ولكن خلونا نرحب بضيفنا العزيز اليوم اللي عنده هموم هو الاخر وهموم وشجون من الوطن عن الصناعه الوطنيه المصريه، هنناقشها سويا ونعرف منه المزيد، لان دايما الاكاديميين يقولوا لنا ايه، لا اهل الخبره اهل الصنعه اهل مش عارف ايه. هذا الضيف جمع ما بين الاثنين، ما بين الخبره وبين الجماعه، فهو استاذ في كليه للبيئه بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وايضا هو خبير صناعي وهو نائب رئيس مجلس اداره جمعيه مستثمري مرغم واشياء كثيره جدا، لكن يكفي ان يكون معنا الاستاذ الدكتور محمد محرم. اهلا وسهلا. اهلا بك، شرفتنا يا دكتور. شرفتينا دكتور. احنا رايحين يعني احنا دايما قالوا لنا واحنا صغيرين ان انتوا بلد زراعي، خلاص بعدين بعد شويه كده قالوا لنا لا ده انتوا مش زراعي، ده احنا بلد صناعي. وجمال عبد الناصر جه فتح العديد من المصانع وبقت مصر حلوان للحرير الصناعي الطبيعي وحاجات يعني معسكرات او مستعمرات صناعيه كبيره، منها كفر الدوار مثلا. بعد شويه قالوا لنا لا ده انتوا مش بلد صناعي، لا احنا لا حصلنا صناعي ولا زراعي، ودلوقتي بقى لا حصلنا ده ولا ده ولا ده، احنا فين؟ شوف يا ست كل، احنا مصر كانت صناعيا كانت ماشيه في طريق مرسوم ومخطط سليم، لان ربنا سبحانه وتعالى حباها بعوامل نجاح الصناعه في اي اولا الايدي العامله، واحد ايدي العامله، الارض اللي موجوده ببلاش، المحركات القوى الكهربائيه اللي هي الميه، بالطاقه اللي هي الطاقه عموما الميه وكده بتاع. فعايز اقول لحضرتك ان عندنا مقاومات، كل المقاومات، المناخ الكويس اللي موجود، الموقع الجغرافي، مصر بتتميز في موقع جغرافي يتوسط دول العالم، حيث انها تقع على شط البحر الاحمر، وعندنا عديد من الاحمر والابيض، عندنا العديد من الموانئ اللي بتسهل عمليه استيراد المواد الخام وتصدير المنتج النهائي. ولكن ايه اللي حصل لنا بقى يا دكتور بقى؟ من امتى بقى؟ للاسف بس يعني عايزين التوقيتات لسبب والله يعني نبقى فاهمين. هي تختلف من حسب الحول لحضرتك. للاسف نيجي نمسكها واحد واحد. نيجي النهارده نيجي نطلع على ايه هي المعوقات اللي بتلاقي المستثمر في مصر او اللي هتقف في الصناعه. هنلاقي نمره واحد القوانين الباليه، القوانين اللي تخلي القوانين الروتينيه اللي تخلي اي مستثمر يهرب من هذه. ايوه دكتور، بس انا عايزه استوقف حضرتك في هذه الجزئيه لسبب واحد، رغم وجود هذه القوانين والروتين البالي الا ان احنا قبل 25 يناير
الى حد كبير كانت العجله بتدور. كان في عندنا يعني بعض التحفظات على ان في رجال اعمال اخذوا ما ليس لهم وعطوا او قائمين على العمليه التنفيذيه او السلطه انهم اخذوا ما لا يملكوا واعطوه لمن لا يستحق. لكن بعد 25 يناير الدنيا باظت اكتر. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه فندم، النهارده ما ينفعش تيجي لحضرتك لمستثمر اشترى الارض ايا كان واستثمرها وحط فيها المصانع وشغل الاف العمال، بيدفع تاميناته الاجتماعيه، بيدفع ضرايبه، وبيقوم بعمليه تصدير. عمليه تصدير يعني بيرفع من الدخل القومي العائد القومي. بعد ما يعمل كل هذا تيجي حضرتك تعاقبيه وترفعي عليه قضيه باثر رجعي انه كذا وكذا وان البدايه ما كانتش سليمه. ده ما تحصلش في اي دول العالم اطلاقا. ده النهارده بيخلي اي مستثمر بيكحم ويخاف، يقول لك انا ما اجي واحط استثماراتي واحط كل جهدي في هذه المنطقه وابدا انتج وابدا اسمي يتعرف وابقى عليا تعاقدات وابقى ومسؤول عن مثلا مئات من العمال، بدفع ضرايبي، بدفع تاميناتي، بدفع كل حاجه للدوله، وفجاه يصدر عليا حكم ان انا كذا وكذا وكذا. تقدر تقولي لحضرتك ولو كنت انا بقى خايف من البنوك او ليا مستثمر عربي شريك او زميل او بتاع، ايه هو الوضع؟ ايوه دكتور، بس ما هو يعني ما بني على باطل فهو باطل. هو ابتدينا بانهم اعطوا الناس ديت ارض ببلاش. يعني ان امبارح انا سمعت ان الدكتور حاتم الجبلي كان واخد ارض دار الفؤاد ب 100 جنيه. طب ما تدوها كمان هقول لحضرتك حاجه يعني هو دي انا مش هخش فيها في تفاصيل، لكن النهارده انا هديك مثال. لو منطقه في الصحراء تخافي حضرتك تروحيها، محتاجه النهارده لما تقولي لي خدها هقول لك ببلاش، فيها التعابين والفيران وفيها صح. النهارده لما انا اخدها حتى لو انا مساعد ببلاش، اما اخليها البنيه الاساسيه صرف صحي وميه وكهرباء وطرق وخليها جنه من جنات الارض. صح. تيجي النهارده بعد 10 سنين بعد هذا الهيلمان، بعد هذا الشغل العظيم اللي انا عملته، تقولي لي انت اخدها بملاليم؟ يعني واخد بالك المنطق حاسبيني، حطي لي اي قانون انك علشان تحاكميني وتاخدي مني هذه الارض. انه واحد يعني طب ما تكون تحاكمي، كانت ارض كانت موجوده، كانت ارض صحراء ببلاش وما كانش حد بيقرب عليها. النهارده لما انا حطيت فيها كل هذا، لما عمرتها، لما خليتها جنه وبدات حضرتك، لما انا بعملها جنه مش ليا، ده اللي حواليها. لا وفي لانه مجرد ان انا حد من البطاله يعني كلها صناعات تكميليه بقى. يعني ما عملت مساكن للناس عشان تسكن، عملت طرق، عملت بنيه اساسيه، عملت شغلت الناس دي وعماله. بالعماله بقول لحضرتك عماله. النهارده انا لما انشئ هنا منطقه، يعني اخذت السباك والنجار واللي بالجنايني واللي بيشتغل هنا والمبنقش، كل دول كانت قوه عامله شغلتها. فالنهارده لما احيي ارض ميته بهذا الاسلوب وادفع فيها وابدا اجني ثمارها، طول ما حضرتك تقولي لي هذا الكلام. انا مش بتكلم عامه على كله، في ناس اللي عندهم فيها دي القانون ودي المحكمه مش هتدخل في القانون، لكن في ناس وانا اعرف تماما حولهم من الفسيخ شربات وحولهم من الصحراء الى ارض جنة. ما ينفعش بعد كل هذا جزاته، بدل ما ندفع له القبعه، بدل ما نشجع غيره نيجي نرفع عليه قضيه ونقول ده ما يستحقش. طب انت سبت لي كل ده فين لما عملت كل هذا؟ طب دكتور محمد، احنا يعني انا بعتقد ان احنا كنا محتاجين الحريه، بس احنا فهمنا الحريه غلط. ومعظم وكتير قوي من اصحاب المصانع، يعني مثلا انا يعني اللي انا بتذكره، يعني المهندس محمد ابو العينين كان عنده مشكله كبيره جدا، العمال صاروا وعملوا مش عارف ايه. مهندس فرج عامر في اسكندريه نفس الحكايه، وقال لا انا هقفل وهمشي، وبقيت طب انا الناس ديت انا فاتح عشانهم، وانا ظروف الاقتصاديه مش عارف ايه. يعني ناس كتير جدا من الاسماء من رجال الصناعه اللي في مصر عامه وليس في الاسكندريه فقط ابتدوا يبقى يحسوا بضجر مما يحدث من اساءة فهم الحرية. انا ما تاخدش حقي كعامل وما تمضنيش على استمارة 6 وما تعمليش تأمينات اجتماعية، لكن كمان لما انا اكون صاحب عمل عايش معايا ظروفي. احنا بنعيش في خلل اقتصادي صعب جدا. فتفتكر سبب انهيار او مش عايزه اقول انهيار، انا بيصعب علي اقول على مصر انهيار، لكن سبب الكبوة الشديدة التي نحياها في مصر الان، سببها الاساسي هو ان احنا فهمنا الحريه غلط، وان الناس ابتدت تقفل مصانعها وتمشي بقى. يعني الى حد ما حضرتك يعني جيتي على الوتر الحساس. النهارده انا لما اكون صاحب مصنع عامل خطه اقتصاديه لمصنعي،
وعامل تكاليف وعامل العماله كذا، القوى الكهربائيه كذا، هصدر بكذا، هنتج بكذا. النهارده وعامل انا، انت بتاخدي حوافز وبتاخدي ارباح. ما ينفعش حضرتك تيجي في وسط المده وتقولوا لي يا كده يا هقفلها لك يا ريت في وسط يا كده المده، يعني ده احنا ما انا بقول لحضرتك متكهربين كلنا، متكهربين وانا مرتبط بعقود وتيجي تعملي لي اعتصامات. مين في اي دوله انت بتاخد حط شروط معينه ابتداء من كذا حد ياخد كذا، ساعد حط بنود انا لما انتج كذا حقي في الانتاج يبقى كذا، معقول. لكن ما ينفعش اطلاقا فجاه واجي وانا الدنيا ما شغاله وتيجي تعمل لي اعتصامات، تيجي تعمل لي اضرابات، تيجي تقفل المصنع، تيجي تقول مش شغال. طب الراجل ده هيجيب منين؟ انا مش بدافع عن رجل الاعمال ورجل الصناعه، لكن خلينا لا احنا لازم ندافع عن الاثنين. هيجيب منين؟ عن لانهم شركاء في العمليه الصناعيه. انت ما فكرتش كعامل بيتك ده راجل بيدفع لك ضرايبك، بيدفع ضرايب للدوله، بيدفع لك كميات، بتقول ظلمك وبتاع يبقى تشتغل ادي حقك تمام واطلب. واحنا بنقول لكن مش فتره كلنا نقوم ونهيج ونعمل اضرابات وبتاع. قفلنا المصانع وعملنا اضرابات ورجل الاعمال خلص وخد بعضه ومشي. رجل الاعمال هو في منتهى الذكاء هيحصل له ايه؟ هيقفل المصنع وشويه القرشين اللي محوش هياخد بعضه ويسافر. هتقول عليه جبان عميل. طب قول لي هيقول عليه ايه اللي مطلوب منه؟ ايه المطلوب منه حضرتك؟ هو مرتبط بخطه تصديريه او بخطه انتاج، واذا فجاه زي ما بيقولوا يجي العامل عاوز ومش واحد واثنين، مئات او الاف العمال زي ما حضرتك ذكرتي. ويعني هنا الاجور بتمثل حضرتك عارفه بتمثل 30% من حجم. لما انا النهارده اوصل اجور من 30 ل 40 يبقى انت اشتغلت ايه؟ طب دكتور محمد تفتكر حضرتك يعني دايما احنا ايه عندنا شماعه طول الوقت بنرميها على حد، يعني قبل في النظام السابق الاول ده كانوا بيرجعوا كل حاجه للنظام الاسبق بانه ده الحزب الوطني هو اللي بيسخن الناس عشان يعملوا الاضرابات. وفي النظام الحالي النظام السابق بيقول لك ده كلهم اخوان. حضرتك بقى من خلال ملامستك اليوميه مع العمال هم بيبقوا بالفعل حاسين بغبن فبيضطروا انهم يعملوا كده، ولا هناك شيء خفي هو ما يثير هذه المسألة؟ حضرتك يعني ما شاء الله انت الاثنين مع بعض. هناك بيشعروا في وقت معين ان في غضن وقع عليهم، ما بقولش حاجه. يعني شايفين ارتفاع الاسعار اللي موجود على مستوى العالم، ارتفاع المصاريف بتاع المدارس، الصحه زي ما حضرتك عارفه، وده لا يتناسب مع سياسه الاجور تماما، لا يتناسب مع سياسه الاجور. بس دي مش مسؤوليه الرجل او الرجل العام ان هو مرتبط بمنظومه، لان بيجيب الخامات بسعر كذا. طب ليه تعملوا نقابات في القطاع الخاص؟ يعني مش احنا رافضين، الدوله هي اللي رافضه تعمل نقابات. لا يعني الدوله مش رافضه، يعني هو القطاع الخاص هو من رفض ان يكون هناك نقابات داخل المصانع. بالعكس والله، يعني هم بس النقابات انا عايز اقول لك خوف النقابات في حاجه. شفت حضرتك قلت ايه؟ حد بيأثر على الفيل ودان. انت ما تنسيش العامل او المصري عموما عاطفي وودني وبيسمع كويس، فمجرد ان يبقى فيه واحد فيهم كاريزما او واحد يكون فيه ذو شخصيه يبدا يتكلم، انت الله اعلم يكون مدفوع بدافع معين او بتاع، يبدا يثير مثل هذه الفتن. يجي على الجرح فيقوم شفت حضرتك يجي على الجرح اللي هو على المواجع اللي هو العامل بيعاني منها او العامل البسيط بيئن منها، يبدا كده فيبدا يسخنه، يبدا بقى يطلع بدون تفكير تحت وزن الحريه للاسف الشديد اللي هي ضيعت فهمت غلط في ال3 سنين اللي فاتوا. الحريه هنا افعل كما تشاء، دمر كما تشاء في سبيل تحصل على حقوقك. لا يمكن ما فيش اي حاجه في الدنيا تقول هتاخد حقك من غير ما تدي واجبك. ادي واجبك اول وبعدين اطلب. بالعكس ده انت لما يكون تساعد صاحب العمل وتقول له انا هشتغل النهارده كذا، هتيجي يبقى ليك حقه بعين واسعه وتخش تقول له كذا سنه. لكن النهارده جاي في وقت الدوله مش شغاله وامكانيات مش على قد كده وتقول له يا اما تزودني مرتبي او تدي لي كذا. طب وهيجيب منين؟ يعني شوف حضرتك. وبعدين في ناس حضرتك بتقولي بتستغل هذا. في ناس شغلتهم الاساسيه ان هي تنخر في وسط العمال. طبعا يا فندم زي ما قلت لحضرتك لهم كاريزما، لهم تاثير شخصي الله اعلم ازاي. لا على الجرح بيجوا على الجرح. اما حضرتك دلوقتي في يعني العرافين والدجالين وكده، هو ما بيقولكش حاجه جديده بس يجي يقول لك ايه انت مكتئب، انت زعلان، انت فبتضطر انك تسمعه لان الحاجات دي كل مصر بتعاني منها، مش شخص ولا التاني. فده نفس السكه. يعني انا مش برضو مش والله حضرتك فندم مش يعني بلمي اللوم كله على راس العمال على صاحب العمل وكله. لا برضو صاحب العمل يتحمل جزء. يعني لابد اللي انا بقول هو والحكومه. يعني مثلا عندنا في منطقه برج العرب او مدن بتاع العامل النهارده اللي ما بيقدرش ينتقل
ينتقل من مكان سكنه الى مكان شغله، دي مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه دي مسؤوليه كبيره جدا. لازم صاحب العمل مع الحكومه، مفيش مواصلات يا فندم لو موجود فيها. ما هو قاعد كان محافظ جه يدينا احلام ووعود انه هيبقى في مترو، هيبقى في قطار، هيبقى في مش عارف ايه. حضرتك شوف تقولي كده. المشكله بقى اللي اكبر اللي هي يعني اللي في المستقبل اللي انا خايف منه واللي انا خايف منه على مصر كله بالنسبه للصناعه، مشكله الطاقه والعماله الفنيه. طيب انا بما ان حضرتك تكلمت عن الطاقه وعن العماله الفنيه، نبتدي واحده. حضرتك استاذ للبيئه، هكلمك في جزئيتين في موضوع الطاقه يا دكتور. اولا قانون 4 سنه 2004 لا قانون 4 لسنه 2004 9 2000. ايوه قانون المعدل 9 اللي هو توفيق الاوضاع للحفاظ على البيئه. في كل شركات البترول والشركات اعطوهم فرصه. احنا دلوقتي في 2014، يعني حضرتك 10 سنوات بيوفقوا، 10 سنوات البوليوشن بقى بيموتنا في كل حاجه، في مياه الشرب، في الناس مش حاسه. ممكن الناس تقول لك انا بشرب ميه معدنيه، اوكي انت بتشرب ميه معدنيه بس بتاكل خيار. الخيار ده في مصرف العاميه بيصرفوا عليه، وكل السله الغذائيه بتاعتنا من ابيس، واحنا كلنا بناكل خيار وطماطم وحاجات من دي. انا نفسي افهم، طب يعني احنا دول حاجه صعبه قوي يا دكتور. حضرتك جيتي على الجرح 100%. لازم هنا وهنا نفرق بين حاجتين: تقييم الاثر البيئي ودراسه الاثر البيئي للمشروعات الجديده. تحسين الوضع البيئي ده للشركات اللي اوريدي قائمه، كانت قائمه قبل البيئه بالظبط. اما تحسين الاثر البيئي ده للشركات والمشروعات الجديده، دي ما فيهاش كلام. دي حضرتك لازم نطبق القائمه لانها قامت في ظروف ما كانش فيه تقييم اثر بيئي يا ست الكل. بس في قانون دكتور، في قانون هنفعله امتى؟ بعد 10 سنين هنا بقى مش عارفين نفعله. فندم تفعيل القانون بقى بيجي ازاي؟ للاسف لازم. ما معنى كده؟ احنا بنعاني من حاجتين: بيئة هوائية، بيئة مائية، بيئة أرضية. بيئة هوائية الانبعاثات اللي بتطلع من فوق دي، لابد نصمم تماما ان الانبعاثات لازم تكون ليها بنسميها السوكس والنوكس والكوكس، اللي هي اكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت، لابد نتحكم فيها حسب القياسات والمواصفات المصريه. نعملها معالجه ثنائيه داخل المصنع بالظبط. هي دي لازم، اذا كان في فلاتر، اذا كان في حاجات ديزاينز معينه، دي لابد فيها. هتيجي حضرتك تقولي لي ما فيش صرف، يبقى لازم نعمل وحدات معالجه للصناعيه للصرف الصناعي، نعالجه قبل ما نقوم نرميه على الصرف الصحي. ففي حاجات كتير انا بقول لساعتها للحاجات التي كانت قائمه قبل صدور مثل هذا المجتمع المدني اللي زي حضرتك، اللي بيجمع ما بين الخبره العمليه والدراسه الاكاديميه والخبره العمليه، ده مهم جدا ان يبقى في يعني جمعيه رجال اعمال حضرتك فيها الجمعيه لازم يكون في بروتوكولات مع الدوله، لان احنا مش هنسيب كل حاجه للتنفيذيين. يعني انا هسال حضرتك حاجه، اقول لحضرتك انا في مستثمر مرغم. حضرتك لو رحت مرغم دي من 30 سنة صدقيني، لا ميه ولا نور ولا تليفونات ولا شوارع. مين اللي عمل الحاجات دي؟ انا بقول لابوه على الهوا، المستثمرين. هم اللي عملوا الشوارع، هم اللي عملوا خط الميه ووصلوا الميه، هم اللي عملوا الجنريتور وجابوا الكهرباء على حسابهم. التليفونات، خط التليفون كانوا بيتجمعوا مع بعض عشان يجيبوا خط التليفونات وموجوده بالوثائق. الى وقتنا هذا ما فيش صرف صحي. تخيلي في منطقه مرغم الصناعيه لغايه الان مفيش صرف صحي. طب ما انتوا بتشتركوا برضه لانها تنميه بالمشاركه. هنا بقى المشكله لانها كانت زمان، دلوقتي الاسعار خياليه. طب ما يبقى في توفيق اوضاع، يبقى توفيق ما يقدرش يوفق اوضاع ايه؟ او تنميه بالمشاركه. يعني انا اعمل لحضرتك مشروع زي مشروعات شروق اللي كانت موجوده، انا هدخل لك الصرف الصحي، لكن الصرف الصحي ده هيكلف 10 جنيه، حضرتك انا كدوله ادفع 5 وانت تدفع 5. بالعكس ده بقول كده، ده احنا قالوا المستثمرين مستعد نقول بالتقسيط. يعني انا ما نعرفش كمان، انا كصاحب مصنع تيجي تقولي لي هتدفع مثلا مليون جنيه، هتدفع 250,000 كده وكده في الظروف اللي احنا فيها، لكن انا مستعد. احنا قلنا شوفوا من حشور القبض الدولي، شوفوا اي بنك من البنوك يقوم بهذه العمليه ويتعمل على راس جهاز الصرف الصحي دلوقتي اللي هو يسري هنا ده. حضرتك قابلته؟ ده راجل محترم وراجل فاضل، طب يبقى في وسيله. قابلته كذا مره كده وبتاع. لكن هو اللي بيزعلني حاجه واحده، هتضحكي والله. حضرتك النهارده لما تروح تعملي مشروع في مستثمر مرغم في صرف صحي، لما تيجي عشان تاخد الرخصه يقول لك هات الرخصه، بيدفعك على المتر 15 جنيه. طب يروح تخيلي الله، هو ده الكلام. يقول لك من تحت حساب، وانا بقول اهو وهم سامعيني، يقول من تحت حساب لما نعمل لك الصرف. طب حضرتك ليه ما فيش كونتاكت بينكم وبين
عملنا كتير وكونتاكت كتير، يعني مش عايز اقول لحضرتك الكلام كتير. طيب يا دكتور محمد، يعني انا مش عايزه اجيب للمشاهدين احباطات، عايزين نديهم بسمه امل كده. خليني اسال حضرتك، عارفه النكته فن بتاعت العده وبتاع التليفون وبتاع، مفيش عده وجايبين له خطه تليفون للاسف. ايوه بص دكتور محمد، في طبعا دلوقتي كلام كتير قوي على انهم هيجيبوا الطاقه بالفحم. حضرتك بقى بتاع بيئه، يعني تخصصك بيئه، كتير قوي من المتخصصين قعدوا يقولوا لنا ايه يا جماعه، ما في دول كتيره جدا. طيب احنا عقارب الساعه لن تعود، احنا ليه بنعود؟ شوف يا فندم، انا هقول لحضرتك حاجه يا فندم، كلام كبير جدا فندم، لكن النهارده حضرتك بتشتكي لما الكهرباء بتتقطع عليكي نص ساعه. وانا ان شاء الله في الصيف لما تقطع ساعتين وثلاثه هتشوفي انه هيعملوا ايه. المصانع اللي شغاله دلوقتي بدات تقلل انتاجها وتقف انتاجها عشان ما فيش طاقه. طيب جينا نتكلم على الطاقه النوويه، كل الناس هاجت وكل المتخصص وغير المتخصص قال لك ازاي احنا مش قادرين نتحكم في اشاره المرور وهنتكلم. يا جماعه كل دول العالم المتقدم سوقكم الكلام ده، بما فيها اليابان، بما فيها فرنسا، ما فيها جزء كبير يمثل 20% من الطاقه بتاعتها طاقه نوويه. كان زمان الطاقه النوويه بملايين، النهارده فنت بمليارات. النهارده التكنولوجيا الحديثه بتاعت الطاقه النوويه اصبحت بتضمن الريسك مانجمنت او المخاطر الرهيبه اللي بتنتج عن هذا. احنا فين منها؟ ايام السادات وقالوا خلاص جاءت الخطه بتاعت مفاعل تشيرنوبل وقفل كل حاجه. قدام ايام حسني مبارك كان خلاص واتفق وكان هنعمل، جت الثوره خلاص قال لك هاجموا على الضبعه وقال لك لا ده امر كده لدوافع يعني لا يعلمها الا الله واحنا كلنا عارفينها زي ما حضرتك عارفه. طب وبعدين الطاقه النوويه دي لو كانت تمت صدقيني لم نكن عانينا باللي احنا بنعاني. طب ما نشتغل بالطاقه الشمسيه، محافظه القاهره هتبتدي. حضرتك شو انت بتقولي كده؟ طب انا هديك مثال فندم، لا ده من غير طاقه الشمسيه الزباله ممكن طاقه مش كده؟ صح. انا دايما بقول انها ثروه. طب هقول دايما بقول انا وانت اهو النهارده بكره هنجيب مصنع هنحول الزباله لكهرباء، هتودي فين الكهرباء؟ هتشربيها ولا هتبيعها؟ مفيش قانون يبيح لرجل الاعمال او يبيع للقطاع الخاص. لا دكتور خلينا واحده، ده صدقيني لغايه هنا. امال دي اعملها لمين؟ ما تبقاش استخدمها منطقه معينه. لا ما ينفعش. انت عشان تجيبي مصنع للقمامه لازم يخدم منطقه زي برج العرب بالكامل، لازم يخدم منطقه زي منطقه مرغن، لازم يدخل منطقه زي رجال اعمال مش قادرين ان انتوا يعني يبقى في آلية لصياغه مشروع زي ده هيحمينا من انا بتكلم عن الآلية في القانون. انا كنت قاعد مع اكبر مسؤول في الدوله من مده وقلنا هذا الكلام. قلنا هو الراجل قال وكل الناس عارفه مفيش آلية. يقول لك مفيش مجلس الشعب حاليا، مفيش مجلس لا في سلطه الرئيس ان هو يشرع. لا التشريع لمجلس. قلنا طب انا مستعد على الهوا اهو. في ناس النهارده مستعديه حضرتك يا فندم تجيب الطاقه وتبيعها بل تصدرها، لكن للاسف الشديد القانون يمنع التعامل في الطاقه. هو حضرتك عايز تقول لي انه في بقى حد اساسا قاعد لنا علشان ما ننجحش؟ الله اعلم. ده السؤال انا بقوله. تقدر تقول لحضرتك فندم لماذا العالم كله عمال يتقدم واحنا ما عملناش مشروع الضبع؟ طب بلاش مشروع الضبع. مشروع الضبع كان فيه كلام. طيب ما هو شفت انت بقى بتقولي كلام. طب مين وراء هذا الكلام؟ مين وراء هذا الكلام؟ مشروع الضبع ده شو حضرتك بتقولي كلام. مشروع الضبع ده كان المفروض يتنفذ في الثمانينات، النهارده في التسعينات، النهارده دخلنا في القرن الجديد الناس بتضحك علينا. كان سعره بالملايين، النهارده السعر وصل بالمليارات. واشك ان احنا نقدر نعمله في الظروف الحاليه. برضه كان يجي يقول لك انه طيب لا انت عاوز طاقه نوويه ولا الطاقه الشم ولا لا تعبئه الفحم. طب الناس هتشتغل ازاي؟ ما هو تخوفنا من تاثيره على البيئه فظيع. الفحم تاثيره على البيئه في عمليه نقله. النحل ده منظومه اسمها النقل والتداول والتخزين، لكن الاستخدام ليس له. لو حطيت الفلاتر، لو حطيت الارتفاعات المعينه، لا واحنا يعني شايفنا منظمين قوي هنحط حضرتك الفلاتر وهنعمل ده. لا انت عايزه فحم ولا انت عايزه كهرباء من الطاقه الشمسيه ولا طب هنشتغل ايه؟ بالمانيفستو عشان نشتغل كده. وبعدين الطاقه الشمسيه حضرتك ما تقدرش انها تشغل مصانع كبيره، مصانع كثيفه الطاقه زي مصانع اللي هي السيراميك، مصانع بيروت طبعا مش شغالين كده. لا يمكن. المصانع الكبيره للحاجات الصغيره لسه. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول عايزين نجيب، هو بقى السؤال النهارده الطاقه الشمسيه ويطلع قانون ان مثلا في الساحل الشمالي او في القرى الجديده او حضرتك لما تعملي قريه سياحيه لابد الزمك القانون انه تاخد طاقه شمسيه انت تعمليها علشان ما يبقاش في مد طبعا انت بتوفري هنا. التوفير هنا ما هو الا ده ايه؟ عشان توفري للمصانع. وايه اللي وصلنا اللي احنا فيه كده فندم؟ العشوائيات اللي بالالاف بالملايين اللي
وصلنا انه مثلا في محطه مصر حضرتك تنزل تلاقي النور مفتوح الصبح. شفت العشوائيات اللي هو في الداعي الجايين العشوائيات في سرقه الكهرباء اللي هي موجوده في فندل وصلنا النهارده. شوف النهارده بنستخدم كام ميجا وات، كان السنه اللي فاتت، كان اللي قبله، وهكذا واحنا داخلين. فاللي انا عايز اقوله يا استاذه ان طيب ايه معارض ثم لازم تحط حل. لا انت عايز طاقه نوويه بتقول دي كذا، ولا انت عايز طاقه شمسيه وما بتساعدش الناس للطاقه الشمسيه. طاقه الرياح طبعا دي محدوده، دي موجوده في العين السخنه، موجوده في مطروح، ودي لها مواصفات معينه وطاقه غاليه ومكلفه ولها اماكنها. طب الطاقه الشمسيه ساعد الناس الطاقه الشمسيه. صح. النهارده المخلفات الصلبه عشان تحولها الى كهرباء او الى طاقه ساعد الناس. في ناس بره مش عايز اقول لحضرتك طوابير واقفين والله عشان ينفذوا هذا، لكن يقول لك طب هاخد الطاقه طلع هشربها، الكهرباء اللي هتطلع هشربها. نيجي الفحم، ما هو ما فيش حل. طب وبعدين انا وياكم والفحم، طب هنشغل ازاي؟ لو حد يطلع من خبراء الجهابزه يقول لك البيئه، انا استاذ بيئه وعارف البيئه اكتر منه محافظ على البيئه. لكن لو احنا عملنا منظومه في عمليه نقل الفحم وتخزين الفحم وتداول الفحم، واي نوت ست الكل. المانيا النهارده، فرنسا النهارده ما زالوا بيشتغلوا في الفحم. في دول كثيره جدا اعدهم لك بيشتغلوا بالفحم كمصدر. بس نكون بنرجع لورا يا دكتور. يعني انا عندي رعب من احنا نرجع لورا. يعني انا سمعت انهم هيبتدوا تاني يجمعوا القمامه بالتجميع المنزلي. يعني انه هيرجعوا مره تانية. لا يا فندم، مشكله الكمامه عشان مش مشكله الجمامه في عمليه الهبش الفرز من المنبع. ليه كل دول العالم مش بتعاني من هذا؟ لان الفرز من المنبع لهم هناك كذا باسكت. اللون الاحمر تحط فيه البلاستيك، الازرق تحط فيه. يا دكتور انا رايي في موضوع القمامه ده ان الحاجه الوحيده اللي انا ننجح فيها هي ايه؟ نظريه الثواب والعقاب. عارف ازاي؟ العصا والجزر. اذا حضرتك اعطيتني مثلا الزباله بشكل كذا، انا بأثيبك وبعافيك من انك تدفع فاتوره القمامه، وبعافيك من انك انت شو بتقولي كده. لا ده في حاجه احسن زي اللي في كل ده. يعني شوف موجوده في امريكا، موجوده في كندا، ولا الازايز. بتاخد حضرتك الازايز او الكنز البلاستيك، بتروحي بتحطيها في مكنه في ثانيه، بتحطيها بتطلع لك. انا رايي بقى يا دكتور ان ده هينظف مصر كلها. طب والمكن ده يا دكتور، المكن ده مكلف اطلاقا؟ مكلف ايه؟ ده مش عايز اقول لك والله لا يتعدى $200 $300. لان ده بيعمل ايه يا فندم؟ بتحط البتاع اعاده تدوير. طب اعاده تدوير. ولا هو في الحاله دي مش هيعمل تدوير، هو بياخد بيعد. لو في الحاله دي هيعد عدد المليون وبعدين هياخده هيبيعه ب10 اضعافه. الشركات النهارده مين اللي بيكسب النهارده؟ الهباش اللي هو الراجل الزبال اللي هو بياخد ب 200 جنيه. شفت ازاي؟ ليه؟ لان بياخد الطن او الكيلو البلاستيك ده بيبيعه للشركات. ومع ذلك هناك فصول في الشركات القائمه على تنظيف اسكندريه برضه. يعني ليه يا فندم؟ يعني ده وده. يعني احنا عندنا سلوكيات خاطئه اكيد. هي منظومه. شوف انت بتقول ايه حضرتك؟ سلوكيات. عشان ما تقوليش انا وانا ربة بيت بشتغل ومسؤوله عن اسره وما عنديش وقت تقول لي حضرتك انك انت تصنفي لي القمامه. مش هعمل كده لا انا ولا غيري. طب انا اقول لحضرتك انا مش بدافع عن الحكومه. مين يا فندم؟ مين هيخش بيت حضرتك علشان يحط لك لا الحكومه؟ انا هقول لحضرتك حاجه. بما انها هتعملها بنظريه الثواب والعقاب، فانا اول ما هنزلها لحارس العقار هو هيفرزها وهيديها لحضرتك. لا مش بتصري لها. طب كان فرزها دلوقتي القمامه. هو دلوقتي ما بياخدش عليها فلوس. حضرتك لو شفتي منظر القمامه اللي حضرتك بتنزليه او اللي احنا بننزلها يعني هيصعب عليك نفسك. لا يمكن. احنا جبنا خبره من كل دول العالم، اول ما شاف ضرب كف على كف قال لك لا يمكن. طب دكتور الاورجانيك مع مخلفات انا معاك. ليه كان مشروع النظافه الفرنسي ماشي كويس؟ لانه كان في تنميه مستدامه، لانه كان في محافظه على البيئه. النظافه مش ان انا اخد منك القمامه واحطها او اعيد تدويرها. ده تنميه مستدامه. كان عندنا اوتوكلاف ضيعوه. كان عندنا تخلص من النفايات الخطره ورا موقف الجديد ضاع. تروح حضرتك تلاقيه خرده دلوقتي اللي دفع فيه المدافن الصحيه موجوده. لا انا بقول لك لا حضرتك المكان بتاع التخلص من النفايات الخطره ده كان احنا الوحيدين في الشرق الاوسط. اللي هو بتاع مدفن النصريه. انا حضرته. مدفن التخلص من النفايات الخطره له يعني معاملات واجهزه وحاجات اتكلفت ملايين. يعني التخلص يعني هو المخلفات الخطره برضه عشان بس اللي هي بتاعت المستشفيات. حاجتين مستشفيات والمصانع. ما هو في المصانع لا
هو كان مستهدف الهيفي ميتالز والبتاع، كان لا يبقى اسمها المخلفات الصحيه. مخلفات الخطر الصحيه دي كانت معروفه جايز ان حسب القانون ان ما فيش مستشفى تتبنى الا لما يكون في اوتوكليف اللي حضرتك بتقول عليه. لا ده هو مكان اللي كانت عاملاه الشركه اللي كانت موجوده هنا، اللي بيتم تدوير القضيه دلوقتي. يعني احنا لسه هندفع، يعني لسه هندفع حضرتك لهذه الشركه، وبيقولوا انها كمان بادئه في انها تكسب القضيه. كانت عاملاه لانها كانت تنميه مستدامه، لانه كان بنظام البي او تي. فكان حضرتك عامل هو المكان الوحيد للتخلص من النفايات الخطره، مكان واحد يتم تجميعه. مش مهم بقى انت كمستشفى عملت ايه، انت بتجيب لي وانا علشان احافظ على البيئه واحافظ على اشياء دي جريمه. دي جريمه يا فندم. راح يا فندم. انا ما تفرقش معايا المخلفات الصلبه قد المخلفات الطبيه بالظبط، لان فيها بوليوشن غير عادي. حضرتك فندم ده كفايه فيها ماده الديوكسين اللي هي بتطلع. بس انا كمواطن سكندري من حق اسالك طبعا. انت وديت هذا الصرح العملاق اللي سلموه لك الناس دي قبل ما يمشوا، عملت بيه ايه؟ ليه خليته خرده؟ هي انت حضرتك بتتكلمي هي منظومه، صدقيني يا فندم. يا قلبي تبدا من الاسره، وانها محتاجه لتوعيه كبيره جدا، تبدا من الدوله وامكانياتها اللي موجوده يا فندم. قدوه يا فندم. بالظبط يا فندم، ايه اللي حضرتك بتقولي، لكن لازم الاثنين مع بعض. لا يمكن الحكومه هتنجح في نظام زي القمامه بدون معاونه الاسره. طيب. صدقيني، والاسره طبعا. مهما عملت اذا ما كانتش الدوله هتساعدها وتديها الامكانيات في جمع مثل هذه القمامه، يبقى احنا بنتكلم. انا طبعا باكد على كلام حضرتك ان احنا يجب ان نعمل معا وليس بشكل فردي، ولكن لما احس ان الحكومه في وادي وانا في وادي، وحتى اللي بنوه بيكسروه، كل واحد يجي يكسر لنا اللي قبليه ونبتدي من النقطه زيرو، كارثه. دكتور كارثة. محمد، انا هذهب معك الى وجع اكثر. آفة هذا المجتمع هي البطاله بشكل كبير جدا، لأن البطالة هي من تؤدي بنا إلى التطرف وإلى التظاهرات وإلى الانحراف الأخلاقي وإلى أيضا التطرف الديني في أشياء كثيرة والتطرف السلوكي. البطالة عندنا إشكالية غير عادية. أنا دلوقتي بقيت ألاحظ الحكاية دي، أعدي ألاقي مطلوب للعمل في محلات كتيرة جدا. أنا كست بيت بحتاج حد، بما إني بشتغل حد يساعدني، بتعذب وبقى في لجوء لأن احنا نستقدم ناس كتير قوي من بره. المصانع، يعني أعرف كثير من أصحاب المصانع بيعانوا في مسألة وجود عمالة، تحديدا الغزل والنسيج، ما بيلاقوش نهائيا. وفي نفس الوقت بنعاني من البطالة. طب ايه السر ده؟ شفت حضرتك بتقول يا فندم، احنا لا نعاني من البطالة، احنا نعاني من عدم رغبة الشاب في العمل، من كسل الشاب. هل يعقل يا فندم ان احنا عندنا 90 مليون ومعظمهم قاعدين على الأوزيل، حضرتك معايا دلوقتي شوف الاهالي واللي موجوده قد ايه، وبيناموا وبيصحوا قد ايه، والمصانع احنا عندنا العلم حضرتك، رجل الصناعه ما يبتنوش الماده موجوده، التكنولوجيا موجوده، كل حاجه موجوده. عارفه الحاجه الوحيده اللي بتنتج ايه؟ العماله اللي كنا زمان بنتباهى بيها دول النهارده انا لما بعمل اعلان عاوز 100 عامل 100 عامل فني، للاسف بيجي لي اذا جاء بيجي لي 5. لما بعمل اعلان عاوز 5 مهندسين بيجي لي فوق ال 300 400. منظومة التعليم الفني في مصر منظومة للأسف الشديد. طب ليه ما يبقاش في توأمة بينكم وبين الجامعة وجامعة اسكندرية تحديدا في ان المنتج بتاعها يطلع مدرب؟ ان حضرتك، ما احنا انا اولا عضو مجلس جامعة الاسكندرية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة. عاملين لجنة اسمها كيفية تعد خريج الجامعة لمواكبة سوق العمل. الله. بيطلع العامل بنقول له بس تفعيل اللجنه بقى دكتور، اصل احنا زهقنا من اللجان والله العظيم، اللجان دي بتوجع قلبنا. انا هقول لحضرتك حاجه، تخيلي حضرتك لما اجيب لك CV لواحد خريج كليه او خريج معهد، والله يعني هتحزني لو حضرتك قراتيه كخط وكاسلوب. ده CV ده انت بتعرضي نفسك عليه طبعا، بتقولي لي ده علم على فكره. لما حضرتك يا فندم ما شاء الله عندك كل هذه الموهبه ومش عارفه تظهري نفسك ليا، طب انا احسن ازاي؟ طب دكتور اسمح لنا بس، احنا هناخد هذا التقرير اللي برضو فيه وجع تاني. احنا ابتدينا بيقولك ان من مكتسبات الثوره انه لغى التوقيت الصيفي، مع ان انا مش عارفه يعني ايه. لا، الثوره كان ليها مكتسبات وكونسبت كتير جدا بعيدا عن ده لغاه، وبعدين هيرجعوا تاني ولا في رمضان في اكسبشن وبعدين هيرجعوا تاني وبتاع. يعني انا مش فاهمه. يعني انا هقول لحضرتك بيقول كده، يقول لك توفيرا للطاقه يا دكتور. ابعد عن الطاقه يا فندم،
يعني مش هنتكلم على الطاقه بس انا بقول ده بيعلم الناس مزيد عدم الانضباط بالظبط. يعني خلينا منطقيين، احنا كل دول مش عايزين نقول كده بتاع من قبل ما بتطلب بتشرق الشمس، قبل ما بيشرق الشمس بيكون راكب عربيته او راكب قطره او راكب بتاعه ورايح شغله. النهارده انا بصحى الصبح الاقي الساعه كام يا فندم؟ الساعه مش عايز اقول الساعه 5 الفجر يعني كده بتاع، والدنيا منوره والدنيا كده بتاع، فبيبداوا يعني الفتره دي كلها انا بعتبرها فتره كسل، يعني ليس لها علاقه اطلاقا. يعني حضرتك ضد. طيب خلينا نشوف آراء المواطن في الشارع السكندري والزميلة ميادة أحمد، ونعود إليكم بعد أن رفعت قضية في هذا الموضوع من محكمة كفر الشيخ، ونعود إليكم على الهواء. مستمتعين جدا بلقاء الدكتور محمد محرم، ونعود بعد هذه الفقرة مع ميادة أحمد. تصاعد الجدل حول قرار مجلس الوزراء بعودة التوقيت الصيفي اعتبارا من الخميس القادم مع استثناء شهر رمضان، وقد جاء القرار ليفتح باب الجدل مرة أخرى حول أهميته ومدى قدرته على تحقيق الغرض منه بتوفير الكهرباء. وحول هذا الموضوع كان لابد أن نستطلع رأي المواطن بالشارع السكندري. عايز أعرف رأي حضرتك في قرار مجلس الوزراء بإعادة تطبيق التوقيت الصيفي. والله هو اصلا القرار قد يكون صائب وقد يكون خاطئ، ولكن عشان انا كمواطن مثلا احكم عليه لازم الاول افهم يعني ايه، يعني بعد الثوره ليه اتلغى، وايه هي مثلا مميزاته اللي خلى مثلا ايه اتلغى عشانه، والنهارده ايه هي مثلا المميزات والسلبيات اللي هتطبق تاني. والله انا شايف ان هو قرار مناسب يعني، وكنا ماشيين عليه بقالنا 30 40 سنه زمان، فمفيش مشكله يعني. اللي انا عارفه انه استعجال من الوزاره، ان يعني الموضوع المفروض يدرس ويشوف ايه مثلا ايجابياته وسلبياته سريع كده. الناس خلاص تعودها علينا، خلاص استقرينا على التوقيت الشتوي، وده ما فيهوش عمليه تمويج في الساعات وتغيير. مش عارف ايه قيمته او ايه هدفه بصراحه، مستغرب يعني. هم بيقولوا هيوفر في الطاقه، بس انا مش مقتنع بالقصه يعني، لما باجي ادورها في دماغي مش مقتنع بيها. انا كنت شايفه ان ملهاش اي لازمه الخطوه دي. اولا هو بيلخبط كل حاجه، ساعه الجسم السيكولوجيه نفسها بتتلخبط، احنا اتعودنا على خلاص حتى الجسم عندك اتعود على توقيت معين اتظبط، فجاه الحال بيتقلب مره واحده عشان الساعه دي بتفرق جدا يعني. التوقيت الصيفي ده ما هو الا انه وقت طويل على الفاضي. كل ما كان بنخسر اليوم بنوفر كهرباء، بنوفر ميه، بنوفر مواصلات، بنوفر حاجات كتير. انت رايك ايه في المبرر الخاص بان ده هيوفر الطاقه والكهرباء؟ توفير الطاقه والكهرباء هيجي من جوانا احنا، يعني انت لوحدك المفروض عارفه ان المكان اللي بتسيبيه ما يكونش فيه كهرباء، ما تسيبيش من نور مكانك، لكن الساعه دي مش هتأذي اكتر ما هتفيد. محتاج حد من الساده المسؤولين يطلع يفهمنا ازاي هيوفر في الطاقه. مش لو حضرتك تعرفي ازاي بيوفر في الطاقه قولي لي، مش عارف. حل ازمه زي ديت يعني ايه هو العله اللي احنا سمعناها او السبب اللي احنا سمعناه، ان هو مثلا المغرب بدل مثلا الساعه 7 تبقى مثلا الساعه 8، فايه فاللي هو في ساعه مش هينور فيها النور، فايه فيها توفير شويه. طب ما احنا عندنا مثلا ايه في الصيف اصلا طبيعه الصيف ان الناس كلها بتسهر، فايه فبدل ما هننام مثلا الساعه 12 هننام مثلا الساعه 3، يبقى هنفهم في دي ايه؟ هننيم الناس ازاي؟ والله طبعا مش هيحل الازمه ولا حاجه، لان احنا محتاجين، احنا عندنا احمال زياده. قرار مجلس الوزراء ده قرار بالنسبه لهم هم ودرسوه وشافوا ان هو مناسب في الفتره الحاليه لحد ما يلاقوا حلول بديله يعني. مع كل هذا الجدل حول قرار إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، لا نملك سوى أن ننتظر ما سوف تفصح عنه الأيام المقبلة، وما إذا كان هذا القرار سوف يكون حلا فعليا للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء. ميادة أحمد، قناة الإسكندرية. شكرا للزميلة ميادة أحمد على هذا التقرير. بالفعل دكتور محمد ضد تغيير التوقيت الصيفي، والعديد من المواطنين الحقيقة يعني هيجيبوا لنا يعني النهارده ما تخليش اسبوع وبعدين خلاص بعد شهر جاي لنا رمضان، وبعدين بعد رمضان علشان نفس الحاجه ترجع تاني بعد رمضان. التلاعب في الحاجات دي كلها فن في منتهى الخطوره باستقرار. في ناس بتبقى حاطه خطط معينه ومنظمه وبتاع حاجات معينه، لكن انا مش شايف. طب ايه المغزى بتاعها تفتكر؟ يعني هم ليه رجعوه؟
حاجه. ده الناس حتى بتحس ان النظام القديم هيرجع. هو عايز يعمل ايه؟ برجوعه يعني هو عايز يوفر طاقه. هو ده بس هو ده مبرر يعني. لكن انا مش شايف. انا بقول لحضرتك يعني لما كنا عملنا كده الطاقه مش هتتوفر على فكره غير من المواطن. انا بستغرب يعني المواطن تاكدوا ان هو بيرشد، اللي سارق الكهرباء هو اللي مش بيرشد. شرطه الكهرباء بقى تعاقبه. انا ذنبي انا كواحد يعني انا ما شفناش في حياتنا في المياتم تبص فيه شادر في كميه رهيبه في الافراح في المناسبات كل حاجه. ما شفناش كده في الدنيا. ما شفناش ان الشوارع تبقى بالنهار منوره وبالليل عكس بالليل منوره. ما شفناش سرقه الكهرباء الرسمي العلني ومش قادره تعملي حاجه. لا بس دي اليومين دول هي اللي بقت زياده قوي. يعني حضرتك شفت محطه مصر؟ انا عايزاك تبص محطه مصر في نهار الدنيا كده منوره. يعني ده لو بيدفعها تاكد مش هيعملها ابدا. بس لو ان هو ما بيدفعهاش انا اخاف اعمل كده. انا مش عايز اقول حاجه على الهوا. انت عارف 30% من الفواتير ما تدفعش. لا مش قصدي دي مسروقه. ده حتى كمان عودوا اللي هو بيدفع ما بيدفعش 30% ما بيدفعش. مش هيدفع. ايه دي الحريه بقى؟ يعني ايه مش هيدفع؟ ما بيدفعش. طب ما قطع دي مشكله. طب يعني عشان بقى شوفي بقى النشاطات السياسيات ويطلعوا في الشوارع واضراب وانت في الوقت ده النهارده لما بتيجي تلمسي واحد بس اضرابات واعتصامات يعني ربنا بس يقول يا رب يعدي. خلينا نرجع على خير ونرجع بس يبقى لنا رئيس جمهوريه ويبقى لنا برلمان معقول ونبدا نبقى زي ما خريطه الطريق اللي احنا بنعمل بيها. نتمنى من الله يرجع كل حاجه سليمه لان انا شايف ان بالطريقه دي الحمد لله. خلينا نرجع لمساله الاشكاليه ما بين البطاله اللي احنا بنعيشها وما بين انه ما عندناش عمال. ان احنا عندنا اشكاليه وازمه في وجود عماله. طيب الاشكاليه والازمه دي جايه منين؟ جايه مثلا من انت كرجل اعمال مش هتاخد واحد مش مدرب. انا مش مسؤوله ادرب حد اضيع وقتي ليه؟ طيب انتوا كجمعيه رجال اعمال لازم يكون عندكم آلية. تمام يا فندم. انا اقول لحضرتك احنا عندنا في جمعيه من ضمن الحاجات عاملين حاجه اسمها اللي هو كان زمان بنسميه مبارك كول اللي هو طبعا عارفاه التعليمي اللي شراكه مع المانيا. تخيل حضرتك اللي هو ده الطالب بيطلع من الاعداديه بيقعد 3 ايام في المصنع و3 ايام في المدرسه. و3 ايام في المدرسه وجميل جدا. ولا بالعكس وبعد ما بيتخرج بيشتغل في نفس المصنع وبياخد مرتب وعنده انتماء. مش كده يا فندم؟ طلع ان هذا المشروع الباب الخلفي لدخول الجامعه. عملنا احصائيه لقينا 60% منهم اللي ما بيوفقوش في يخشوا ثانوي بيضطروا يخشوا مبارك كول او التعليم الفني المزدوج علشان بعد ما يخلص يخش الجامعه. ازاي؟ وهذه واقعه. طب ما يدخل لدكتور الجامعه هقول لحضرتك ويشتغل. طب يبقى احنا عملنا ايه؟ طب ايه؟ لا ما هو لو دخل مش عارف. انا ليه بعمل كده؟ عشان انا جبته في الثلاث سنين ده وعلمته وصرفت عليه مهنه وقلت له هتطلع تشتغل في نفس المكان خلاص وهثبتك وهتاخد ضعف. انا معاك. هديكي مثلا عشان تعرفي. بس خلي بالك انت لما تعمل كده يا دكتور لازم تكون عندك يعني تغيير للثقافة المجتمعية التي تنظر إلى العامل على إنه. هلخص كلمة حضرتك دي في حاجة بسيطة فينا. أحد الوزراء السابقين بتاع التربية والتعليم من حوالي قبل الثورة على طول جاء فأخدته وجينا في مدرسة اللي اسمها عندنا في طلعت حرب دي المدرسة بتاعت اللي هو التعليم المزدوج. فبيمر كده فلقى شاب عنده 16 سنة طفل بيشتغل يا ابني بيشتغل مبلط قال له انت مبسوط كده؟ قال له تمام. قال له انت بتاخد بعد ما بتشتغل ده 16 سنه. قال له انا بشتغل مع عمي او مع خالي بعد الظهر. قال له بتاخد كام في الاسبوع؟ قال له باخد حوالي 600 جنيه. شوف ايام ما كان ال 600 جنيه. قال له طب انت بعد ما تخلص هتعمل ايه؟ قال له لا يا فندم انا داخل الجامعه. قال له ايه؟ قال له انا داخل الجامعه. قال له انت عايز امي اختها او مرات عمي تعايرها ان انا خريج فني ولادها خريجين جامعه؟ لا ده مش كده وبس. ده لو تقدم لاي حد ولسه هقول تقدم. اذا المشكله اعلام وده مسؤول عن الاعلام ومسؤول عن المجتمع ومسؤول عن الحكومه. ونلغي حكايه كليات القمه ونلغي حكايه ان مش ممكن مليون طالب ياخدوا ثانويه عامه. مليون طالب يخشوا الجامعه. مين قال كده؟ مين قال انه مليون طالب يخشوا الثانويه العامه يبقى لازم يخشوا الجامعه؟ مين قال كده؟ بس غير لي المجتمع يا دكتور قبل ما تقول لي ما تدخليش ولادك كليات قمه. ليه بقى؟ هقول لحضرتك حاجه. انا عندي قناعه انه بالفعل مش كل الناس
تقدر انها تكمل تعليم عالي، لكن غير لي ثقافه المجتمع. لما اجي اتقدم لبنتك ايوه رغم ان انت يا استاذه شايفه ايه ان انا خريج مؤهل او معهد فني متوسط وكله ومتقدم لحضرتك وباخد 10,000 او 8,000 جنيه مش بدون هزار في الشهر بايدي، وواحد دكتور خريج كليه طب او هندسه ما بياخدهمش وعاطل ما بيشتغلش، ورغم كده حضرتك بتفضلي مين؟ بتفضلي عشان الثقافه المجتمعيه. عشان كده بقول لحضرتك دي الثقافه الاجتماعيه اللي احنا عندنا في الجمعيه عايزين نتحط، ما تجيش الا بالاعلام والدولة وتغيير نظام الدولة، لان مش لا انتوا حضراتكم ولا رجال اعمال ولا لازم هي منظومة معينة عشان نغير نظرة المجتمع للتعليم الفني. فندم نفس التمريض كتير جدا على التمريض ده كارثة، نفس الحكاية. بس انا عايزه اقول لحضرتك بتطلع الممرضة في الاعلانات وفي التلفزيونات بشكل مش كويس، بس مش احنا ده الدراما يعني فندم يعني كده على مستوى ده يقول لك ممرضة ازاي؟ رغم ان الممرضة بره مرتبها مش عايز اقول لك قد ايه، والممرضة نسبتها للدكتور مش عارف 10 اضعاف. طب بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه بعيدا عن الثقافه المجتمعيه، انا بشوف كتير جدا خريجين هندسه وخريجين طب وخريجين كليه الاداب وكليه التربيه الرياضيه، كل دول بيشتغلوا ويترات والله العظيم مهندسين. يعني انا قابلت حد لا شرم الشيخ هنا في اسكندريه، بس مش عايزه اسال اقول يعني مش عايزه اقول لك اسم المحل عشان ما يبقاش اعلان، لكن صدقني يا دكتور وانا احترمته جدا جدا. لا ده بقى ما تزعليش مني يا فندم، انا لا احترمه. انا هقولي لي ليه حضرتك بتقولي بس ما عادش على الكافيه واستنى والده يديله المصروف. بس انت مع احترامي انت كلفت الدوله وكلفت والدك وقعدت 5 سنين، لا ده لو كان من الاول دخل معهد معين او اجاد حرمه معينه ودخل اشتغل كنا كلنا رفعنا له القبعه. فندم انا يمكن صوت كده مش لكن انا استنى يا فندم ان انا اخش كليه العلوم او اخش كليه الهندسه واقعد 4 سنين ووالدي يصرف عليا واخد مكان في البتاع. دي ذنبه مش لاقي شغل فين يا فندم؟ مش لاقي شغل في المجال بتاعه. يعني انا اعرف حد بكالوريوس هندسه. طب حضرتك بتقولي مش لاقي شغل يبقى بالاولى انا كوالد لما يجي بقى كده او انا كاخ ادخل الجامعه اللي فيها احتياج لسوق العمل بالظبط او اقل من الاعداد الرهيبه اللي ما قللش. المفروض ان التنسيق ده اختراع مصري، لكن المفترض ان في الجامعات العالميه اللي معتمده عالميا طبقا لاحتياجات سوق العمل وكمان امكانيات الطالب. انا بشبه يا فندم التعليم في مصر زي مصنع كبير فرحان قوي بيطلع في اليوم 100 طن، وللاسف ما بيتباعوش قاعدين في المخزن عمال في ركود والمخزن عمال منتج الخريج وجنبه مصنع تاني ما شاء الله بيطلع يمكن 5 طن لكن يا دوبك مش ملاحق. دكتور محمد انا سعيده بهذا اللقاء الحقيقه، يعني سعيده بكلها، بس لسه في امل في الصناعه ان شاء الله باذن لازم الامل يكون موجود. الشعب المصري ده انا بقول لحضرتك ده من ايام مش انا بقول من 5000 سنه لابد ربنا سبحانه وتعالى واقف معاه. وانت حضرتك اللي احنا عارفين ده ايه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. هل احنا متوقعين كنا نقف هذا؟ احنا كنا رايحين فين وبقينا فين؟ احنا كنا في عامل حزن بالظبط. بس انا بقول وجه رساله لشعب مصر من فضلك اشتغل، ما تعتمدش على رئيس قادم. الرئيس القادم لا يمسك عصا سحريه، القادم لن يمسك، انت اللي ماسك عصا سحريه. ابدا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدا بنفسك، شوف مصر عايزه ايه، شوف واجباتك ايه، ثم طالب بحقوقك. مصر دي هتبقى جنه الافرار. دكتور محمد محرم اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا يا فندم. انا سعيد بحضرتك وبذاك كده وبسعيد القناه الخامسه. اشكرك جدا ربنا يخليك. شكرا جزيلا. لسه في امل وقد تمرض مصر ولكنها ابدا لن تموت. مشاهدينا الاعزاء خلونا بنصحكم بان انتوا ما تدوروش المحطه عشان عندنا ساعه كامله عن في الرياضه مع الدكتور علاء متولي والمخرج المبدع مجدي الليثي. تابعونا مشاهدينا بعد لحظات قليله والزميل احمد وائل.